بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها اول ما تنزل على القناة. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الاول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. المتصلة بتقول انها اكتشفت ان جوزها عمل علاقة كاملة مع جارتها المنقبة
طبعا هنشوف رد قوي من الشيخ عليها. انا ليا تعقيب. طبعا اللي عمله الزوج والجارة دي زنا، ودي من الكبائر طبعا. اما بقى حكاية منقبة او مش منقبة، ده مش دليل يعني ايمان او اخلاق. يعني انا يعني التدين الظاهري حاجة، والتدين في الافعال حاجة. ده رأيي يعني، مع احترام للنقاب، مع احترام للشخص الملتحي. التدين في الافعال، في مظاهر ماشي، مظاهر كويسة كل حاجة، بس تبقى احلى في الافعال. ده رأيي الاول. طبعا احنا موضوع الزنا ده يعني كتير قوي، بشكل يعني لافت جدا. وبقت الناس، مش كل الناس طبعا، مستسهلة حكاية الزنا دي للأسف الشديد. رغم دي حاجة من الكبائر، وطبعا نتيجة حاجات كتير. يعني موضوع الحلقة او موضوع الفيديو، اللي احنا اعتبرنا الرقص والعري حاجة عادية، واعتبرنا ان في حاجات اتنازلنا فيها عن اخلاقنا، واعتبرناها حاجات عادية زي العري، زي اللبس المحزق، وحاجات كتير اتنازلنا عنها. فده جرت دي جرت دي غاية ما الكبائر بقت حاجة عادية لبعض الناس. انا انصح هذه الزوجة انها يعني تسامح جوزها، وطبعا هتقطع علاقتها بجارتها دي. وانصح يعني الجار وكل حاجة، بس تبقى العلاقات تبقى في حدود. يعني في الزمن اللي احنا فيه ده، مثلا الزوج عايز يقابل صاحبه، يفضل يقابله في الشارع، في قهوة، في مكان عام. يعني البيت ده ليه خصوصية. وبرضو الزوجة عايزة تقابل صاحبتها برضو في مكان عام، يعني تجنبا للفتن والحاجات اللي بنسمعها. الا بقى يعني حد بقى موثوق فيه جامد، موثوق في اخلاقه، موثوق في اخلاقها، يبقى كلام تاني. اما دلوقتي يعني لازم يبقى التعامل بحذر شديد غاية ما يثبت لنا العكس. وطبعا لازم التركيز من الدعاة ومن موضوع الزنا ده، عشان كتير قوي. والناس بقت في ناس بقت مستحلية الموضوع ده للأسف الشديد، رغم يعني عقابه الكبير عند ربنا. شكرا لحسن المتابعة. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص، انا دلوقتي كنت بصاحبة واحدة جنبي وعملت معايا غلط، ودخلت مع جوزي في علاقة وكده. وانا دلوقتي بقالي أزيد من 10 أيام منعت في الصلاة وحصل مشاكل، وانا مش عارفة اعمل ايه. علاقة الصلاة بالمشكلة؟ يعني انت عندك مشكلة كبيرة. مش عارفة بقيت اسمع. انا كنت بصلي وملتزمة جدا،
بص يا عارفة انت دنيا، دلوقتي العلاقة- الواحد لما بيكون عنده مشكلة بيلجأ لربنا، هي العلاقة بين مين ومين؟ العلاقة بين مين؟ جوزها هيدخل. انت اصلا غلطتي من الاول، بتدخلي صاحبتها ولا جارتها بيتها، ففضلت يعني قاعدة بقى معاهم، فجوزها بقى عملت علاقة مع جوزها. طيب هو انا السؤال من بس يا 10 ايام دنيا، عرفت فراحت موقفة صلاة. علاقة الصلاة. بص يا دنيا بس هو واحدة واحدة بس. السؤال دلوقتي ان انا كنت بصلي ودلوقتي بقالي فترة منعت الصلاة ومش عارفة ارجع اصلي زي ما كنت الاول. كنت بصلي قيام الليل واصلي على طول ومحافظة على الصلاة، دلوقتي مش عارفة اصلي خالص. طيب يا حبيبة قلبي قلبي، عاملة سحر واعمال والحاجات دي. لا انت جالك بس ايه صدمة نفسية بسبب صاحبتك وجوزك. احنا بقى نسألك عملوا ايه؟ يعني ناموا مع بعض وعملوا علاقة مع بعض وانا ما كنت مصدومة انها بس انا جت صليت بعدها، بس دلوقتي حصل مشاكل وكده. انت شفتك وأنا مش يا عارفة دنيا إيه. دنيا الكلام ده زوجك اعترف لك ولا انت شفتي ولا انت حاسة ولا الكلام ده بتقولي هو شاكة؟ انا سمعت كان مسجلين لبعضهم وانا سمعت، وبعدين واجهته واهلي واجهوه بتاع يعني غصب عني وتعايشت بعدها عادي. بس وهي؟ هي جنبي ويعني انسانة بتعمل سحر وعمال وحتى هي إنسانة منقبة بتحفظ القرآن، ما كنتش أتوقع حاجة زي كده. هو بس يا دنيا هو انا بس يعني انا شايف ان انت بتقولي مبرر ان هي بتعمل سحر، فده كأنه مبرر لما حصل، صح؟ ماشي ليه ماشي ايه يعني؟ انا ما بقولش كده، انت بتقولي كأنه يعني هي بتعمل سحر فكأن الزوج يعني لا وبعدين هو بص عمل ده عشان السحر. بص يا دنيا، هو ممكن جوزك يكون عشان يخلص من المصيبة دي يعني، ويطلع نفسه مش غلطان قوي، فبيقولك دي اصلا عملت لي عمل. اي كلام. لا انا واجهتها وده انا واجهتها ولما عملت معايا ليه كده يبقى غصب عني. انا واجهتها وهي برضو لا ما انا عارفه انك واجهتيها، مش قصدي كده، انا قصدي حكايه العمل والسحر دي هي حجه جوزك بيقولها خلاص. بصي انا كنت بشوف في نومي دايما كتير تراب وناس بتكفينا. ماشي، ده انت عشان عندك اكتئاب، انت دلوقتي عندك صدمة نفسية وعندك اكتئاب نفسي، وانت مش هتبقي مظبوطة. عندك كام سنة يا دنيا؟ عندك كام سنة؟ عندي 29. طب انا مثلا اسال سؤال، ويعني انت قلت لها انت عملت لي كده فقالت لك والله معلش غصب عني وبتاع، المهم اتصالحتوا انت والست دي؟ انا ما صلحتهاش وانا مش هينفع اصالحها، يعني انا ازاي كان الانسان عملت معايا كده؟ طيب انت انت ده كويس. ايوه جوزها بقى يعني عمل ايه بقى؟ يعني حاله اتحسن؟ حاله اخباره ايه؟ علاقته ايه مع جوزك؟ جوزنا هو كويس بس بدأ ما بيصليش دلوقتي برغم ان هو كان بيخرج في سبيل الله وكان كويس جدا. لا حول ولا قوة الا بالله، كله جاله صدمة. طب انت سامحتي؟
انا سامحت جوزي لو انت مسامحاه حقيقي من جواكي هتلاقي نفسيتك بدأت تتظبط. لكن لو انت لسه الموضوع ما اتحلش جوه نفسك بينك وبين نفسك، هيفضل عندك مشكلة نفسية. فانت لازم تقعدي مع نفسك وتتكلمي معاه وتشوفي يعني لازم ترتاحي نفسيا، والا هتفضلي كده في دوامة الاكتئاب دي. هم كلهم يا شيخ احمد بدل ما يقربوا من ربنا الشيطان دخلهم نسفهم كلهم. هو بس هو لو انا سألت سؤال ايه الاسباب دي كلها، ايه السبب؟ مش عارفة، النفس بقى أمارة بالسوء، صح؟ دي النفس والبعد عن ربنا. طب والبعد عن هو ربنا دايما اقول كده، القرب من ربنا مش مظهر. ما هو القرب هي بقى دي النقطة، ما هو القرب لا بالمظهر ولا ان هو بيعمل ايه ولا الست بتعمل ايه، لا هو انا عندي حقيقي بالقلب. صحيح، بس هو القرب من ربنا يتطلب اللي انا اعرف من ربنا والجهاد في النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس المهم اللي انا اعرف من ربنا يا استاذ دعاء، من ربنا، فهم مش متعرفين على رب العالمين سبحانه. عشان كده اي معصيه ولا ده كبيره من الكبائر، دي كبيره عظيمه جدا. الكبائر يتطلب التوبه ولها شروط. اللي حصل ده له شروط عظيمة جدا في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. لكن المسألة اللي أنا طب الحمد لله بس ربنا يغفر لنا بقى ما بصليش، فجمع بين الزنا وجمع بين ترك الصلاة، وهي ما شاء الله كمان نكملها ما نصليش. وبالتالي فمش عارفين هو البيت ماله. البيت ما هو مليان شياطين، شياطين انس وجن يعني شياطين انس وشياطين جن، صح. طيب والاصل في الانسان لما يقع في محظور انه يلجأ الى ربه سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل لما قال في اواخر سورة الفرقان وعباد الرحمن، وقال ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يا اخوانا نركز في ده والله، اللي هو يضاعف له العذاب. ده مين اللي بيعمل الفعل ده؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، مش خلود بس وخلاص، لا ده كمان في إهانة مهانة. طب يا رب طب ولو تبنا؟ قال لك لا، لو تبت ليك حالة خاصة بقى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يبقى عندي 3 شروط. التوبة مهم جدا 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 ولها شروط. الإيمان بالله تبارك وتعالى وله شروط. الحاجة الثالثة مش الحمد لله تبت استغفر لك يا رب بقى وبتاع وتبت وخلصت المسألة، ده مش ده لعب، ده مش استغفار. ولكن التوبة تتطلب أن أعمل عملا، ومش أي عمل، أهبد ركعتين لله وخلصت. مفيش حاجة اسمها اهبد ركعتين، إنما أعمل عملا صالحا. العمل ده من صلاة وصيام وصدقة واعتمار وذكر الله وقراءة للقرآن وصدقة وبر وأعمال، بس المهم يكون صالح.
وعشان العمل ده يكون صالح يكون فيه الإخلاص معاه حاجة اسمها الصواب. الصواب يعني ايه؟ يعني متابعة العمل على كتاب الله وسنة رسول الله. ربنا يهدي الأحوال في كل البيوت.